سلطه باللحمه، سلطه البتنجان. ده طبق المشويات اللي احنا طلبناه انا واسلام، شبه الكفته كده في صوص زبادي. ده سندوتش زي ما نقول ايه، سجق كده تخين تركي، شاورما تركي مع صوص كتير. الصوص ده بقى اللي هو السمنه دي. شكرا. وريني بقى كده. ايوه انا دوت سندوتش الدونر بصراحه. انا بدي ادفع تقريبا 260 ليره. احلى حاجه فيك يا سن ان انت مروق وايه دماغك عاليه. قول لي في طريقه السماكين اللي اغني لهم الاغنيه المفضله بتاعتي. طب قول لي رايك بس في طريقه صيد السمك اللي انا نسيت. شياكه. الو مرحبا. الو مرحبا. احنا لما جينا ركبنا ليموزين زي دي مايبخ. واحسن حاجه في تركيا طبعا معروفه الجوامع. يعني بصوا ده جامع كده خارج من لعبه 3 دي، جامع بجد شكله جامد جدا يعني. يا جماعه الجامع ده جامد قوي بس ما اعرفش اسمه ايه، يا اما السلطان احمد يا اما حاجه تانية. احنا في شارع السلطان احمد بس الجامع ده جامد قوي. والتاكسي بتاعهم تاكسي نيويورك. وادي اسطنبول دي مدينه كده جديده شبه ايه التجمع الخامس لو اللي بيتكلم مصري وعارف. المدينه كامله كده كلها مباني جديده ومراكز ومستشفيات وبتاع، مبنيه في وسط زي ما نقول وادي، وسط وادي كبير يعني حواليها. ودوت استاد، هو قال لك ده استاد جلاتا سراي صح؟ متحمس انا برضو بقول كده برضو. قلنا هناكل الاول كده جنب العياده، في مول كبير في محلات وبتاع. اول مره هنجرب الاكل التركي في تركيا. احنا جربناه في المانيا طبعا عشان المانيا بلد اتراك اصلا. انا عايز اعرف ايه ده، دي لحمه انا عارف انها جامده بس دونر. طب احنا المفروض في مطعم انا ما اعرفش اسمه ايه عشان في ده اسمه، ولكن عشان احنا مش هنقدر نجرب كل الاكل التركي طبعا في يومين. انا هوريكم شكل المنيو ايه عشان تعرفوا شكل الاكل التركي. هو قريب من الاكل التركي اللي في المانيا ولكن بتنوعات كتيره جدا. بنبدا ده طبق شوربه، سلطه باللحمه، بطاطس، بابا غنوج، سلطه البتنجان، ودوت البصل. ده طبق المشويات اللي احنا طلبناه انا واسلام. دي كفته ادانا يعني شبه الكفته كده في صوص زبادي، نفس الكفته بس من غير صوص. ده سندوتش زي ما نقول ايه، سجق كده تخين تركي. ده زي ما نقول شاورما تركي متقطعه على شكل الشاورما السوري. دوت الدونر معمول كده ايه بصوص احمر زبادي وبابا غنوج او بتنجان. ودي فراخ مقطعه، فراخ مشويه عاديه. طبق كفته مشويات مع صوص كتير. الصوص ده بقى اللي هو السمنه دي. الاكل بتاعهم بصراحه زي ما بيقولوا طيب باللغه السوري او العربي مقارنه بالاكل التركي في المانيا، لان اي اكل طبق بيطلع عليه شويه سمنه قد كده يعني اي طبق بيطلع. اللي هي دي دوت بقى الدونر بتاعهم. الدونر زي ما قلنا ايه الشاورما التركي بتتعمل كده بميكس معين، لا ميكس لحوم بقري يعني وغنم ضاني، بس هنا بيعملوها شكلها اقوى يعني شكل كواليتي معاها. فدي طلبناها نجربها برضه، طلبناها كساندوتش. في نفس الطبق كفته، شايفين السمنه بقى عليه عامله ازاي او السيرب اللي بيحطوه ده. هنا كفته على بابا غنوج وهنا برجر عادي. فتقريبا يعني هم متخصصين في المشويات. انا عندي اقتناع تام ما يكسبوش مصر في المشويات، اقتناع تام جدا جدا جدا. ولكن اكلهم جامد جدا يعني لو خرجت بره مصر وعايز تاكل حاجه مشوي تركيا البلد رقم 1. والراجل اللي بيطبخ ده لابس طاقيه زي بتاعتي بالظبط. شكرا. بصوا يا جماعه هو ده الاكل اللي جه. وريني بقى كده. ايوه مش عارف يعني، هو انا حاسس ان هو عادي زي المشويات اللي بناكلها عندنا صح؟ مش حاسس ان في حاجه واو قوي بس قشطه يعني. انا دوت سندوتش الدونر بصراحه طعمه عادي. تقييمك للاكل ايه؟ تقييم الاكل 2 من 10. مش الدرجات دي يا اسلام، مش الدرجات. لا اسلام سؤال صريح، بتعرف تطبخ رز ولحمه وفراخ وبتاع بس ما مالكش في الطبيخ فانت ما تعرفش تقيم. ملهاش علاقه بالتقييم. خدوا بقى التقييم من واحد بيعرف يطبخ. الاكل بصراحه كطعم 10 من 10، انما البورشن صغيره جدا. بس السعر يعني مقابل الطبق اللي بناكله في المانيا طبعا اكيد اخف يعني. الطبق اللي احنا اكلناه دوت المشويات ده عمل تقريبا 165 ليره يعني 8 يورو. بس الاكل بصراحه طعمه خرافي، لازم اكون صريح بصراحه. اسلام مش عاجبه عشان الرز فيه شويه سمنه. انت ايه ما كانش عند خالتك مثلا رز بالسمنه قبل كده؟ طب وريهم الحقيقه. اوريهم الحقيقه اهو، وريني. بصوا يا جماعه كميه السمنه اللي محطوطه على الرز. الرز بيلمع بس. شايفين شايفين ايه يا ابني؟ شايفين السمنه؟ ما اكلتش قبل كده رز بالسمنه؟ بالدرجه دي؟ لا طبعا عمري ما اكلتش في الفلاحين قبل كده رز بالسمنه؟ لا طبعا. طب خلاص يبقى بقول لك انت مش اكيل. غرقان سمنه. مش كتير ولا حاجه. غرقان مش كتير ولا حاجه. بحر معلش خليك صريح. يعني عشان الرز تديهم 2؟ عشان الرز تديهم 2، انما باقي اللحوم اللي كانت مليانه ده الرز ده شويه قد كده. انا بدي ادفع بالكارت. الحساب بتاعنا تقريبا الساندوتش والطبق الاكل كوكاكولا ومعاهم كوبايه شاي بس كان طعمها وحش للاسف. تقريبا 260 ليره. 260 ليره يعني تقريبا 13 يورو بالظبط. فده سعر كويس جدا. شكرا يا معلم، شكرا يا صاحبي.
يلا يا حاج، مبسوط؟ صراحة محل البرجر ده جامد جدا. هم اللي بيعملوا العيش بيخبزوه بنفسهم، صراحة كان جامد يعني. لو في فرصة اكله تاني قبل ما امشي عشان هو جنب المستشفى اصوره لكم. وبكده تكون رحلتنا انتهت في المول الجميل ده. دلوقتي عايز تسأل على ايه؟ احنا خلصنا تمشيه كده، انا ما زلنا في اليوم الاول بعد العمليه. مشينا مثلا بتاع ساعتين، قعدنا ساعه وربع ناكل، يعني 3 4 ساعات. ما حسيتش بتقلي في دماغي ولا حاجه. Status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette.